السلام عليكم. النهارده هنعمل فخده رومي وهنعمل عليها رز بسمتي وهنعمل طرط وهنعمل حاجات حلوه. تعالوا نشوف الاول الفخده عملناها ازاي وتفاصيلها ايه وازاي تطلعيها مستويه جدا وشايله منها الزفاره كويس جدا ومطلعاها باحسن نتيجه زي الفنادق واحلى. هنشوف الطريقه بتاعتها بالظبط زي ما انتم شايفين. والرز البسمتي طبعا مفلفل وزي ما انتم شايفين ما شاء الله. لازم تكون التسوية مظبوطة جدا. هنشوف الطريقة عاملة ازاي، عملنا ايه، القصص دي كلها. بس ايه، هنطول مع بعض شوية. لكن هتاخدي خطوات بكل تفاصيلها، مفيش اي حاجة ان شاء الله هتبقى عائق. شايف زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله اللحمة تحفة مهرية معايا. وهنقول ايه السبب طبعا اللي بنوصل للنتائج دي، اللي لحمة الفخدة معانا تبقى دايبة خالص زي ما انتوا شايفينها. هي طبعا اللي عارف انواع الرومي ده عارف اللي طبعا النتيجة دي بتطلع من اللحمة بتاعته كلها غامقة كده، عاملة زي اللحمة البلدي. اللحمة القطع اللي هي لحمة العجل بتبقى لونها بني كده بعد السوا، بتبقى بالجمالة. هي صراحة جميلة جدا. وده الخضار اللي انا كنت فرشاه تحتها. طبعا ناس كتير بتقعد تقول محدش يفرش خضار تحت الفخدة عشان بيتحرق والكلام ده. بصوا هنا الخضار بتاعي ده بعد كمان هنشوف مع بعض كمان في الفيديو دلوقتي. ده بعد ما اتحمص في الصينية من تحت زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، واخد من نكهة الفخدة وطعمه تحفة جدا. اللي بيقول بلاش نفرش خضار تحت الفخدة فهو خسارة، مضيع الاستفادة من اللي ممكن تاخدي خضار بطعم حلو جدا. يلا نخش على التفاصيل. اول حاجة انا دلوقتي معايا فخدة 2 كيلو ونص، 3 كيلو الا ربع، 3 كيلو اقصى حاجة، فاهمة؟ يعني الفخدة اللي معايا 3 الا ربع. انت ممكن تاخديها لحد يعني على حسب انت جبتيها قد ايه، لحد 5 كيلو تقدري تعملي النتيجة دي. بناخد ايه الفرق معانا في سوى في مدة السوا بس. تمام. معايا ليمون طبعا، ورق غار، قرنفل، فلفل اسود، حصى، حبهان، وقرفة. كل ده ناشف. وهجيب طبق ميه نضيف طبعا ويكون غويط، هحط عليه زي ما انتم شايفين حوالي معلقتين ملح كبار، واحط المنكهات اللي معانا دي كلها. طبعا انا غاسله الفخده كويس جدا جدا، بس الفرق القصه مش في الغسيل بس. مش هتغسلي بقى وليمون وخل والكلام ده ودي الريحه هتطلع، لا الزفاره مش هتطلع الا لما نعمل الخطوه اللي انا بعملها دلوقتي دي. انا نزلت الحاجات اللي انا وريتها لكم، وبنزل الليمونتين، وهنزل يعني هعصرهم وهرميهم كمان في الميه، وهنقع الفخده في القصه دي من 3 ل 6 ساعات. تمام. يعني النهارده انا لو هعمل غدا مثلا او حاجه، لو هنعمل الغدا ده الفخده في اليوم ده، في الحاله دي انا هعمل ايه؟ هجهز الفخده قبلها بليله، يعني ابيتها بالليل في النقع بتاعها ده، انقعها بالطريقه دي. طبعا حطيت الحاجات دي وقلبت كويس، هنزل فيهم الفخده. ولو انا هبيتها هبيتها ادخلها التلاجة 6 ساعات. لو هعملها في نفس اليوم يبقى انا اخدها من اول اليوم قبل ما ابدا اي حاجه في يومي اعمل الخطوه دي. انا مثلا النهارده هعمل الفخده ورز والكلام ده، فانا هعمل الخطوه دي زي ما انتم شايفين كده، وهسيبها 6 ساعات مع نفسها في التلاجة. تمام. انا دلوقتي سبتها كده، وكام ساعه اروح قلبها الناحيه التانية. يعني لو خدت لها ساعتين على الوش وساعتين على الظهر، اللحمه هتطلع منك دبلة كده، يعني هتدبل كويس جدا وهتدوب جدا في السوا، مش هتاخد وقت معاكي في السوا، وهتبقى نازعه طبعا اي زفاره فيها. انا دلوقتي بقى خلاص خلصتها وغطيتها، وهسيبها في التلاجة كام ساعه. وتاني يوم يعني انا كنت عاملاها كده القصه دي بالليل، وصبحت تاني يوم جهزت الغدا كده. بقى بعد كام ساعه طبعا شايفين الميه اللي معانا عامله ازاي. هنرمي بقى الكلام ده كله، هنبدأ نغسل الفخدة بتاعتنا. لو شايفين اللحمة بقى لونه ابيضت خلاص دبلت، يعني انا بوريكم لون اللحمة بتاعت الفخدة بقى لونها عامل ازاي. انت كده يعتبر دخلتيها في نص السوا بالحركة اللي انت بيتيها في المية والملح. طبعا انا خلاص عملت كده، هغسلها كويس. لو حسيتي ان انت حاطه ملح كتير انقعيها ساعة، ساعة من غير بمية بس. تمام. وهنا نقعتها ساعة بمية وغسلتها خلاص كويس جدا. ودلوقتي هبدأ بقى اشتغل فيها. معايا فلفل اسود حصى، ومعايا نص فص توم او كام حبة تومة كده. تمام.
وهبدأ أشق الفخدة كده زي ما هنشوف، وارشق فيها الفلفل الأسود الحصى والثوم، عشان النوع ده من اللحوم بيبقى زفر. فالخطوات دي ليه؟ عشان نضيع زفارة اللحمة بتاعتها. وطبعا مش هقول لكم طب ليه ما احنا ناكل حاجة تانية احسن. لا، النوع ده من الرومي، او النوع ده طبعا هي الديك الرومي الكبير ده بيتعمل بيه حاجات كتير غير الرومي البلدي بتاعنا. الرومي البلدي بندخله في ايه، في كام وصفتين ثلاثة، لكن الرومي ده، النوع ده من الرومي اللي هو المزارع ده، بيبقى كبير قوي وبتعملي منه وصفات كتير جدا. الصدر ليه وصفة، الفخذ ليه وصفة، الديك كله ليه وصفة. اللي بيطلع كذا حاجة، بيطلع الأجنحة، الدبابيس، فكل الحاجات دي بتبقى وصفاتها حلوة جدا. طعم الرومي ده احلى بكتير من الرومي البلدي، على قد ما احنا كلنا متعودين على الرومي البلدي طبعا وبنحبه اكتر، لكن ده بيبقى اللحمه بتاعته ناعمه كده ورايحه في حته تانية. عايزه اقول لكم الديك الرومي العادي بتاعنا البلدي، الصدر بتاعه بيبقى صعب جدا في البلع، يعني بنيجي نندغه ونبلعه بيبقى تقيل على المعده شويه. لكن هنا الفرق بقى كبير، يعني هنا الديك ده ممكن تاخدي الصدر بتاعه توظفيه في وظايف حلوة جدا، عشان هو بيطلع من معاكي كمية لحمة حلوة جدا، تقدري تطلعيها في وصفات حلوة قوي. اما الرومي بتاعنا العادي بيبقى محكوم، هو كل شغله في الصدر. بتلاقي الورك مش مفهوش لحم اللي انت تقدري تعملي منه مثلا فخدة زي دي. فما بنعرفش نوظفه حلو قد ما احنا مثلا في عزومة كبيرة او حاجة بيقضي معانا الغرض، عشان بيبقى اللحم بتاعه رامي كتير. اما دوت لحم، كل قطعة في الديك الرومي بيبقى ليها وظيفة حلوة قوي. تمام. بس هي نقطة الزفارة في النوع الرومي المزارع ده بتبقى زايدة شوية. احنا بقى بنعملها بالطريقة دي، بنضيع اي حاجة فيها. عايزة اقول لكم بدون اي مبالغة، احلى طريقة تقدري تعمليها وتاكلي احلى حاجه، ولا الفنادق. والله عايزه اقول لكم مشرف جدا في العزومات ومشرفك في كل حاجه. لما يعني انا مثلا في عندي عزومه كبيره بجيب ديك رومي من ده بينجز معايا كل حاجه. هجيب بقى الحاجات اللي انا ه... ه... هعمل بيها الديك، اللي انا هلم بيها بقى، الف بيها الديك. تمام. معايا ليمون، 4 ليمونات عصراهم، ومعايا ملح وفلفل اسود وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر وكاري وكركم. دي الحاجات اللي انا هحطها في الخلطة اللي احنا هندهن بيها الديك الرومي. تمام. ومعايا بطاطس مقشراها شرايح دواير، ونفس الكلام، وجزرايه واحده بس. بطاطس نص كيلو، بطاطس كيلو، زي ما انت عايزه، وجزرايه واحده بس. تمام. ومعايا زبدايه، ومعايا قد برتقانية، قد كوباية برتقان او نص كوباية برتقان، على حسب. محدش يقول البرتقان ايه قصته في الموضوع ده. احلى فخدة رومي تقدري تاكليها بالطريقة دي وبالوصفة دي عن اعتماد. سنين طويلة بعملها كده، مشرفاني في كل العزومات ونفعاني جدا، وفي الزناقات وفي كل حاجة. تمام. ودلوقتي معلقة سمنة او زبدة هنحطها في البداية، وهننزل بقى بكل الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي، ونقلب تقليبة حلوة، وندعك الديك الرومي ده بكل التفاصيل اللي معانا دي، وتاكلي قصدي فخدة الديك، وتاكلي احلى فخدة ديك رومي بدون اي مبالغة. عندك بقى عزومة حلوة، عندك مناسبة تقدري كده تنفعك، بس برضو في رمضان عندك حفلة حلوة، يعني بتحاولي تظبطي عيالك شويه، تعملي لهم حاجه حلوه ترضيهم. جربي لهم الفخده دي، هتعجبهم جدا جدا بالوصفه دي وبالطريقه دي. سنين طويله مشرفه وحلوه جدا، الكبير والصغير بيحبها. ودلوقتي طبعا التوم اللي احنا كنا معانا، اللي كنا مفصصينه اللي احنا رشقناه في الفخده، هناخد منه تومتين بالظبط نحطهم، ويكون طبعا مهروسين كويس جدا، ما يبانوش خالص، تكاد يكون ما يكونش موجود. واما اللي جوه الفخده ده احنا مش هنشوفه ولا هنحس بيه اساسا. انت هتفصصي، وانت بتفصصي الفخده ما شاء الله بتبقى متفرتكه كده كلها من بعضها، فهتبصي تلاقيه فك من معاكي من قلب العظم، مش هيبان اساسا، ولا حد هياخده، ولا حد يعني محدش هيشوفه، ولا حد هيتأثر بيه. تمام. خلاص، هننزل التوم ونقلب الحاجات اللي معانا دي كويس جدا، بس هحط رشة زيت برضو عشان ازود. طبعا حاطه معلقه
معلقه سمنه بلدي، ممكن سمنه بلدي او اي سمنه، مش هيفرق معايا اي حاجه. تمام. اللي عندك حطيه، مفيش خالص حطي زيت. تمام. انا هحط كمان مع السمنه البلدي والحاجات الخلطه اللي احنا عملناها دي هحط الزيت. والسر بقى، السر كله يعني احنا تفاصيل تنظيف الفخده وسوى الفخده والتركات اللي كام خطوه اللي احنا عملناها ده من اساسيات تسويه الفخده، واللي هي كمان ما تبقاش معاكي زفره. اما التركه اللي هي المهمه قوي في الخلطه اللي بتسقي بيها الفخده من فوق وتحت، حتى كمان الخضار اللي بيتحط تحتيها بيطلع نكهته رهيبه جدا. عايزه اقول لكم يعني ممكن عندنا بيبقوا منتظرين ياكلوها بسبب الخضار اللي تحتيها كمان اكتر، بيبقى لذيذ جدا جدا. على كمان الرز البسمتي وبالهنا والشفا كده بيبقى تحفه جدا. تمام. جربوها عن اعتماد، ما تقلقوش خالص. عندك عزومه، عندك اي حاجه، قومي جربي الوصفه دي. وكمان في الحاجات يعني العزومات والكلام ده بيوفر معاكي تهديرات حاجات كتير. تمام. حطيت بقى الجزر، هي جزرية واحدة بس، والبصل والبطاطس، وتقدري تحطي جزر لو عايزة، بصل لو عايزة. انا ما حطيتش بصل، يعني كنت بحط كرفس وجزر، كرفس وبصل معاها، بس كل ده صراحة ولادي بيرموه، بياخدوا دول بس. الجزرايه على كام بطاطسايه دول بالموضوع كله. فاللي حسيت اللي هو ما بيتاكلش بطلت احطه. الكرفس كان بيزود النكهه شويه، بيخلي النكهه افضل في الريحه يعني. وطبعا الريحه بتبقى قلب الدنيا. شايفيني لو دلوقتي انا بوريكم، شايفين اللحمه بقت عامله ازاي؟ فكت اصلا من بعضها. النقعه اللي احنا نقعناها خلت الفخده تقريبا شبه انه خدت نص السوا بتاعها خلاص. تمام. هننزل بقى بالخلطة على الفخدة من فوق وتحت ونغطس ونعمل. دلوقتي انا هشق لكم الدبوس ده دلوقتي، ونرشق فيه الخلطة من جوه، عشان انا عايزة اشرب الخلطة في كل مكان. وتجربوا وتدوقوا احلى وصفة فخدة رومي. ونفس التطبيق ده هتطبقيه على الديك الرومي لو عملتيه بنفس الطريقه دي. فرق اللي احنا برضو هننقع الديك بنفس التفاصيل ونفس الطريقه، بل ايه اللي احنا هنزود وقت السوا بس مش اكتر. دلوقتي انا رشقته بقى ده كده تاني الظهر بتاع الدبوس جامد، وهنزل عليه الحاجات اللي احنا ايه عملناها الحلوه دي. والسر زي ما قلنا في الخلطه، السر كله في الخلطه اللي معانا دي. تمام. زي ما انتوا شايفين كده هاخدها واروح قلبها بقى الناحيه التانية واكمل ضحكاها، ونغطيها بقى بالفويل وتسيبيها ساعتين في الفرن بالحد الاقصى. يعني انا سايباها ساعتين، هتشوفوا دلوقتي منظرها هتطلع مهريه، والصينيه من تحتها خلاص بقى جابت اخرها. والحمد لله يعني ما بيبقاش فيه ولا تقولي الخضار اتحرق ولا هي اتلدعت ولا اي حاجه من الكلام ده. تمام. عندك ورق الزبده ممكن تحطيه قبل الفويل، لكن احنا مش هنلامس. يعني انا دلوقتي هحط الفويل مش هلامس قوي، يعني مش هيبقى ملامس الاكل بتاعنا، لا هيبقى برضو متباعد. هنشوف دلوقتي هبقى بعداه شوية، فعشان خاطر برضو انا تملي اللي عارف شغلي عارف ان انا ما بحبش الفويل يبقى ملامس الاكل على طول. ورقة الزبدة الاول بعد كده الفويل. تمام. لكن هنا هو بعيد مش لازق مباشر، فما تحدش يقلق خالص. تمام. ونضفنا الصينيه وهنلفه ونسيبه ساعتين في الفرن. لو عندك مروحه افتحيها، مفيش مروحه خلاص سيبيها بقى، حطيها من تحت شويه ومن في الرف اللي في النص شويه، وسيبيها تاخد ساعتين، ساعه تحت وساعه فوق، وتاكلي احلى فخده. ونعمل بقى نخش نعمل الخطوه اللي بعدها، نعمل الرز على طول. تمام. لحد ما الفخده تستوي. طبعا انا سبت نص ساعه وبعد كده بدات اعمل الرز، ما عملتش الرز على طول. تمام. يعني انا بقولك بالحد الاقصى ساعتين، لكن هو ممكن يكون خد معايا حوالي ساعة تقريبا، عشان كنت فاتحة المروحة معايا. ودلوقتي جبت بقى الحلة وحطيت حبة زيت ومعلقة سمنة، وهنبدأ بقى نعمل ايه الرز بتاعنا. قبل اي حاجة زي ما انتوا شايفين بحط التوابل الاول، المنكهات الاول. الخطوة دي حلوة جدا. وقبل ما نبدأ حتى في البصلاية بحطها تمام مع السمنة والزيت كده، بتبقى الخطوة حلوة جدا. خلاص. حطيت ايه بقى التوابل، نفس التوابل اللي انا حطيتها في الفخده، اللي هي ملح، فلفل اسود، بابريكا، بصل بودر، توم بودر، كاري، كركم.
نفس الحاجات اللي احنا حطيناها في الفخده كتوابل وكورقيات يعني، بس اللي هنا الفرق بس الزياده معايا مكعب المرق ده وبس، مش بحط اي حاجه تاني اكتر من كده. يعني في الورقيات حطيت الليمون الناشف واحدة بس، وحطيت طبعا ايه الحاجات اللي احنا حطيناها في الفخدة اللي هي عبارة عن قرنفل، ورق غار، حبهان، تمام. وزودت عليهم بس قول قرفة، وزودت عليهم الليمونة الناشفة، ليمونة واحدة بس، لو ما فيش استغني عنها ما فيش مشكلة. التوابل اللي احنا حطيناها مع مكعب المرق هيدوكي احلى نتيجة. طبعا الحاجة الورقيات بنحطها عشان نعلي التست النكهة اكتر، تمام. ومعايا بصلاية كبيرة قطعت، ضربتها في الكبة عشان انا عايزاها تكون صغيرة صغيرة قوي، ما تكونش باينة في الايه في الرز، تمام. تبقى زيها زي الرزاية كده، ما تظهرش خالص. طبعا هي بعد السوا ما بتستوي قوي، ما بتبانش اساسا اللي فيه بصل معاكي في الرز، تمام. يعني ما بيتلاقيهوش تماما، ما بيظهرش خالص، تمام. احنا ضربناه في الكبة صغير عشان ناخد النتيجة اللي بتبقاش البصلاية باينة معايا اساسا، تمام. هنشوح بقى التوابل دي، وشمي بقى. طبعا انت قبل ما تاكلي وقبل ما تعملي اي حاجه بتلاقي النتائج ظاهره معاكي من دلوقتي وانت شغاله كده. شايفين بقى التشويحه الحلوه دي قبل الرز. طبعا كيلو الرز حطيت عليه التوابل اللي احنا قلنا عليها دي، وحطيت عليهم كيلو رز، وتكون غسلاه ونقعاه. لو يعني تنقعيه قبلها بربع ساعه، تغسليه كويس جدا وتنقعيه حوالي 10 دقايق ربع ساعه بالكتير لو عايزاه يستوي بسرعه. لو انت مش مستعجله عليه شربيه، اعمليه شربيه وسيبيه، وطي عليه وسيبيه بقى ايه يستوي نص ساعه. انا طبعا زي ما قلت لكم عشان خاطر كنت سايبه الفخده تستوي، فما كنتش مستعجله على اني اللي انا اسويه بسرعه، تمام. وده نوع الرز اللي انا كنت مستعملاه اللي هو الطيب ده، تمام. وكوني غاليه ميه في الكاتل او البراد على جنب، وتاخدي مقدار سقي الميه. انا ما بسقيش بمقدار الكوبايه والكوبايتين، انا بعمل ايه زي ما كنا بنعمل في الرز البلدي دايما وواخدين عليه، اللي احنا بنملى. يعني ان دلوقتي غطيت الحله تماما، غطيت الرز تماما، وبعد الرز بشويه بقيس كده بالمعلقه لحد ما اخد المقاس اللي انا محتاجاه. عشان هتقولي كوبايه وكوبايتين من دلوقتي، حتى لو انت لسه داخله المطبخ قريب ولسه بنوته صغيره او داخله المطبخ قريب، هتتعبي مع نظام الكوبايه ده. احسن حاجه تبقى مقدار ايديكي عينيكي هي مقدار، تمام. انا دلوقتي بملى الميه السخنه، وعاده بنغلي له ميه على الجنب، مش زي الرز البلدي بتاعنا بنحط له ميه عاديه، لا ده بيتحط له ميه مغليه، تمام. بتكوني غاليه له الميه وانتي بتشوحيه كده، واول خلاص ما بدأتي خلاص تشربي انزلي بالميه بتاعتك، وخلاص غطيت نسبه الميه اللي انا محتاجاها. وانا دلوقتي خلاص حسيت ان الدنيا مظبوطه من ايه، مش هقولك انا بقى بنظره عيني، انا خلاص بقى اخدت على كده. انتي تقدري تعملي ايه، تقيسي بالمعلقه. خدتي نص معيار المعلقه، يعني دلوقتي حتى اول الاسباتيولا اللي في ايدي هاخد نص معيار الاسباتيولا، تحطيها كده وجابت النص معاكي فخلاص، تمام. احنا لسه عاملينها كمان في فيديو الكشري، نفس الخطوه دي انا عاملاها معاكم في فيديو الكشري. اللي عايز يظبط مقدار الميه بتاعته، دي احسن ظبطه، اللي انت تاخديها بمقدار الميه بالمعلقه، مش بقى بكوبايه وكوبايتين والقصه دي، تمام. هنا الفخده بعد ما قعدت الساعتين طلع دايبه جدا ما شاء الله. شايفيني اصلا حوافل صينيه تقولي لا دي اتحرقت، هنشوف دلوقتي ما شاء الله ولا اي حاجه، الحاجه طالعه مننا زي الفل. ولكن الخضار هنا بيحمي لي الفخده من اللي هي ما تتلسعش من تحت، وفي نفس الوقت انا بستفيد بالخضار ده، تمام. انا لما سبتها ساعتين فتحت قلت يا لهوي ده الخضار اللي تحتيها اتحرق، لكن ما شاء الله طلع زي الفل ما فيهوش اي حاجه. غرفت الرز وهوسع كده واحط البيك بص بقى الفخده في النص، وبالهنا والشفا بقى. اللي يجرب ولا غلطه، جربوها عن اعتماد بدون مبالغه. سنين صراحه مش قرفاني ونفعاني الوصفه دي، تمام. ما بغيرش فيها اي حاجه، ما بحطش اي تريكه. كنت بحط الاول الكرفس ووقفت
خلاص كده كملي غرفها وبالهنا والشفا. جربوها عن اعتماد زي ما بقول لكم، ولا غلطه باذن الله هتطلع احسن بكتير من ما انا بوريها لكم. وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. وادي الخضار اللي تحتيها ولا اجمل. عايزه اقول لكم ولا غلطه بيطلع تحفه جدا. عايزه اقول لكم الطبق ده بيبقى عند ولادي اجمل بكتير من لما ياكلوا الفخده. بيبقوا طبعا واخده نكهات اللي احنا عملناها التوابل وخلاصه الفخده كده بكل حاجه بتنزل على الخضار ده بيبقى جميل جدا صراحه. تمام. ونخش بقى على الطرط ونشوف عملناه ازاي. بس طبعا نخلص الفخدة. طبعا لو شايفين في هنا في زيت كده، ده اللي كان طالع من العصارة اللي طالعة من الفخدة، رشتها كده فوق الوش تحفة جدا. زي ما انتوا شايفين الرز ما شاء الله. زي ما بقول لكم خدوا بمعيار عينيكوا والمعلقه، وبلاش مقدار الكوبايه والكوبايتين. مش هينفعنا طول العمر. لازم انتي تكوني خلاص خدتي على الحاجه وانتي بتعمليها عشان ما تبص منك. ودي النتيجه في الاخر ما شاء الله تحفه جدا. جربوا الوصفه دي عن اعتماد، جميله جدا. ويلا نشوف مقادير وتفاصيل التارت بتاعنا. دلوقتي نخش عليه على طول عشان ما نطولش اكتر من كده. تمام. وده هنا الطرد. زي ما انتوا شايفين الطرد ده من اجمل الحاجات اللي ممكن تجربيها كده بدون ما تقولي لا دي هتبوظ مني، لا انا ما بعرفش، لا ممكن ما تنجحش مني. وصفة ناجحة جدا. ولا غلطة فيها عن اعتماد. بالمسطرة هيطلع منك مظبوط جدا جدا. ده عملت هنا طرت بالمانجا. المانجا. وعملت الميني ده بالنوتيلا. عملت التارت الاولاني الكبير بالتوبينج المانجا ونوتيلا البيضة تحفة جدا. هنجربوه والله رهيب ولا غلطة. وبعدين مختلف ومغيرين حاجات عن اللي بنشوفه في المعتاد. والتارت الصغير عاملينه بالنوتيلا والمكسرات وحاجة كده تحفة جدا. هنقطع بقى الطرد ونشوف الوضع عامل ازاي. صينية الطرد احنا كنا الاول بنقعد نجيب التشيز كيك، نعمل التشيز ازاي. نجيب البسكوت ونضربه في السمنة او الزبدة ونحطه كام ساعة في التلاجة عشان يمسك والكلام ده. الطرد شبيه جدا جدا التشيز كيك. بس الفرق اللي انت بتعملي عجينة الطرد انت اللي هي البسكوتة التحتانية. وتحطي بقى من فوق اللي انت عايزاه، شوكولاتات توبينجات اي حاجة. تمام. فالطرط شبه التشيز في كل حاجة. الفرق الوحيد اللي الطرط بتعمليه بالطريقة اللي انت تمسكي اصلا من الالف للياء، اللي انت تعملي له العجينة بتاعته اللي بتبقى في الاخر بسكوتة. وبعد كده تحطي بقى اللي انت عايزاه من فوق، وده نتيجته ما شاء الله. التارت ده برضو بيمشي معاكي في السابليه، بيمشي معاكي في الميني تارت. زي ما احنا شايفين الوصفة بتاعته او العجينة بتاعته بتمشي معايا في كل الحاجات دي. تمام. ولا هنقول بقى بيض ولا هنقول لبن ولا هنقول الكلام ده. بثلاث مكونات بس هنقدر نعمل التارت بالطريقة دي. هتعملي التارت الكبير او الميني تارت او المتوسط اللي احنا شايفينه ده بنفس العجينة ولا تغيير اي حاجة فيها. تمام. والتوبينج المانجا ده سبق وعاملينه قبل كده. تمام. والتوبينج بتاعنا طريقته سهلة جدا، هبقى انزلها لكم. عملتها كتير. هنزل لكم الوصفة بتاعتها. وطبعا هنا عاملين الميني ده بالنوتيلا عادي جدا، اي نوع نوتيلا. مش شرط ماركة معينة او حاجة، اي حاجة انتوا بتستحبوها او بتستعملوها مرتاحين معاها تقدروا تحشويها. التارت الميني التارت الصغير ده. في بقى الميني اللي هو الصغير جدا اللي قد الشوكولاتايه كده. عملته قبل كده وهعمله لكم تاني ان شاء الله. شايفين بقى انا بكسر لكم البسكوته بتاعته. شايفين المنظر عامله زي حبات الرمل بالظبط. يعني انا عشان طبعا مش هتبان بقدر الامكان فقلت اكسرها كده بايدي. تمام. تحفه جدا بتاكلي كهرمان. القطمه رهيبه ولا غلطه. يعني انا مش قادره اقول لكم انا اصلا بعمل كده هي مش ملاحقه معايا. طبعا ما بالك بقى وانتي بتاكليه. طبعا بيدوب كده تحفه جدا في البق. تمام. والنوتيلا فيه رهيبة جدا. عملته بالشوكولاتة السوداء، النوتيلا السوداء، عشان طبعا المانجا اللي بالمانجا عاملة تحتيه شوكولاتة او نوتيلا البيضة. ممكن جناش ابيض، ممكن كاستر.
ممكن نوتيلا بيضة اللي انت عايزاه. تمام، يعني ممكن نعمل جناش مش شرط نوتيلا، وممكن نعمل كاستر، وممكن النوتيلا البيضة الكاستر او الجناش اللي احنا طبعا بنحطه في التورت والكلام ده. هنا معايا المقادير، معايا ايه؟ معايا 150 جرام زبدة طرية تكوني خرجاها من التلاجة، مخرجاها بقالك شوية، و125 جرام سكر بودر، و 250 جرام دقيق، او ربع كيلو دقيق، و150 جرام زبدة. تمام، و100 جرام سكر بودر. ده اقل حاجة نقدر نحطها في المقادير يعني. تمام، يعني انا اقل، لو قللت هقلل ايه، هقلل 25 جرام اللي فوق الوش دول من كل حاجة، هتظبط لي جدا، هتطلع لي نتيجة تحفة جدا. يعني انا اخد 150 جرام زبدة، و100 جرام سكر بودر، وربع كيلو دقيق، او 250 جرام دقيق. تمام، ورشة ملح، وما بحطش اي حاجة تاني. تمام، دلوقتي هنزل الزبدة. اذا نزلت الزبدة حطيت عليها السكر، وهضرب السكر في الزبدة في البداية لحد ما خلاص. الاول بدوس عليها كده عشان مكعبات الزبدة طبعا لو ما قعدتش افكها كده بالمضرب هتهب كده وهتخرب لي الدنيا. زي ما انتوا شايفين بتقعد تضرب في وشي كده، فبقعد ادوس عليها عشان ما تبوظليش الدنيا في البدايه. وبعد كده بقى تقدري تضربي عادي بكل بساطه. هي كده كده، عشان كده بنقول الزبده لازم تكون معانا طريه. ليه نسبه الزبده بتبقى زياده شويه؟ عشان خاطر احنا ولا بنضيف بيض ولا بنضيف لبن. انا اعتمادي الكلي على الزبده والسكر. تمام، هعلي بايه وهضرب بايه وهاخد النتيجة هناخدها من الزبدة والسكر بس. الزبدة هي البيج بوس بتاع الموضوع كله. تمام، يعني 150 جرام بلاش 175، هنقول 150 جرام. لو هنقول بلاش عشان ما تبقاش الزبدة كتير، هنقول ايه، هنشيل 25 جرام. مش هقدر اقلل اكتر من كده عشان اطلع نتيجة حلوة. وكمان انا مش هقول ان انا ما وفرتش، لا، انا موفرة البيض وموفرة الدقيق. وطبعا مهما كان لو هنقول 150، مش هنقول ربع كيلو زبدة، مش يعني حوالي تمن وشوية. هيبقى اوفر برضو بكتير معايا من اني استعمل بيض واستعمل لبن وكمان معاهم زبدة. والزبدة اساسي برضو، يعني كده كده الزبدة معايا في المقدار اساسي. ودي الوصفة الاصلية اساسا للتارت وللسابليه. الوصفة الأصلية ليهم اللي احنا ما بنضيفش بيض ولا لبن ولا القصص دي. تمام، عشان بنشوف ناس كتير بتضيف بيض ولبن والقصة دي. يعني انا ممكن بعمل السابليه بضيف له بيض بس، وبضيف كمية قليلة جدا. تمام، حطيت بقى رشة الفانيليا، ضربت ضربة كمان، ورشة الملح زي ما احنا طبعا شايفين. واخر حاجة هننخل الدقيق. وهنا نخل الدقيق بيبقى مهم جدا جدا في المخبوزات وفي الكيكات والكلام ده، عشان بغض النظر عن اي حاجة انا ممكن الاقي اصلا في الدقيق اي حاجة. يعني ممكن الاقي اي حاجة شوائب او اي مشاكل في الدقيق مهما تكوني بتجيبيه مغلف او عارفة اللي هو حاجة كويسة. الدقيق برضو بعض الاوقات بنلاقي فيه حاجات غريبة، فلازم ننخل الدقيق في تلك الاحوال. تمام، مهم جدا نخل الدقيق. نخل الدقيق كمان حلو جدا عشان المخبوزات. تمام، ده غير اللي هو كمان عشان نبقى مطمنين وضامنين ان مفيش اي حاجة في الدقيق. تمام كده، هقلبهم كده بالسباتشولا ولا بايدي ولا باي حاجة، هلم بكل بساطة العجينة من اسهل ما يمكن. الوصفة سهلة جدا. وطبعا المكونات اللي بتحطيها من فوق دي كما تشائين بقى، اي حاجة تقدري تنكهي بيها وتاكلي احلى طرد. هنقول بقى التشيز بيبقى معانا غلباوي شويه في ايه، في اللي احنا طبعا بنجيب بالبسكوت. طبعا البسكوت غير دلوقتي، لو برضو انا جيت اتكلمت هلاقي نفسي البسكوت بالنسبه لي اغلى. اللي انا اجيب مثلا عشان اعمل صينيه طرط حلوه كده او صينيه تشيز كيك حلوه، اجيب البسكوت علبه البسكوت اقل ما فيها 400 جرام ممكن تعمل 50 جنيه. واروح ضربها برضو بالزبدة، واحط عليها المكونات، وطبعا اسيبها تسقع وارجع تاني اخد الخطوة اللي بعدها. فهنيجي لو هنجينا ندور هنلاقي الطريقة دي اسهل معانا بكتير واوفر ماديا كمان. تمام، لمت معايا كده خلاص زي ما انتوا شايفين بكل بساطة بالمعلقة كده بالسباتشولا من غير ما اكون حاطة خلاص ايدي. انا لما كل حاجة كل المكونات هفرش بقى المفرش بتاعي وهجمعها بايدي ونبدأ بقى نفردها. ولا تكاليف ولا ريحة التكاليف معاكي بقى. طبعا انتي بتضيفي حاجات كتير، وطبعا ايه الخطوات كمان بتاعة التشيز معانا بتبقى اكتر من كده بكتير.
تمام. خدت كده كمية حلوة، يعني مش هقول نص الكمية، 3/4 اللي انا هعملها طبعا صينية الطرط الكبيرة. تمام. والجزء اللي هيتفاض مني اللي انا عملت منه ايه، الميني طرط اللي هو الصغير، مش الميني ميني صغنون قوي، هنعمل اللي هو قد الكيكية ده. تمام. يعني ممكن تكون قد قطعة حاجة، قد قطعة الجاتو او حاجة كده، تبقى حلوة يعني، حلوة للفرد. تمام. زي ما انت شايفه العجينه، زي ما انت شايفه مفيش اي غلب، ما بتغلبكيش خالص تماما، مفيهاش مجهود كمان خالص. دلوقتي بقى جبت كيس نايلون هفرده. طبعا مفيش ورق زبده، فانا بالصدفه كده كنت بعمل سابليه وكنت بفرد وما لقيتش ورق زبده، فحبيت اتصرف فجبت كيس نايلون وعملت بيه، فردت بيه. اتفاجئت ان الكيس النايلون، كيس طبعا كيس تلاجة نضيف، فتحته زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي، اكتشفت ان كيس التلاجة احلى في الفرد بكتير من ورقة الزبدة. يعني شوف بقى بكتير بقى زي ما انت عايزة. ورقة الزبدة برضو بتطبع معايا شوية على عجينة، طبعا في السابليه بالذات، الناس اللي عارفة اللي بتعمل السابليه. تمام. خدت كده كمية حلوة، يعني مش هقول نص الكمية، 3/4 اللي انا هعملها طبعا صينية الطرط الكبيرة. تمام. والجزء اللي هيتفاض مني اللي انا عملت منه ايه، الميني طرط اللي هو الصغير، مش الميني ميني صغنون قوي، هنعمل اللي هو قد الكيكية ده. تمام. يعني ممكن تكون قد قطعة حاجة، قد قطعة الجاتو او حاجة كده، تبقى حلوة يعني، حلوة للفرد. تمام. زي ما انت شايفه العجينه، زي ما انت شايفه مفيش اي غلب، ما بتغلبكيش خالص تماما، مفيهاش مجهود كمان خالص. دلوقتي بقى جبت كيس نايلون هفرده. طبعا مفيش ورق زبده، فانا بالصدفه كده كنت بعمل سابليه وكنت بفرد وما لقيتش ورق زبده، فحبيت اتصرف فجبت كيس نايلون وعملت بيه، فردت بيه. اتفاجئت ان الكيس النايلون، كيس طبعا كيس تلاجة نضيف، فتحته زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي، اكتشفت ان كيس التلاجة احلى في الفرد بكتير من ورقة الزبدة. يعني شوف بقى بكتير بقى زي ما انت عايزة. ورقة الزبدة برضو بتطبع معايا شوية على عجينة، طبعا في السابليه بالذات، الناس اللي عارفة اللي بتعمل السابليه عارفة اللي انا بقوله. ورقة الزبدة بتطبع كده شوية على العجين، لكن الكيس النايلون بيطلع النتيجة روعة، خيال، حريرية زي ما بيقولوا كده، ما فيهاش بقى مطبات ولا غلطات ولا اي خبطة. فلقيت صراحة كيس التلاجة افضل بكتير معايا من ان انا احط ورقة زبدة فوق او تحت. يعني احنا بنحط اكيد من تحت لا مفرش لا ورقة زبدة، اللي ما عندوش مفرش بيحط ورقة زبدة من فوق، ورقة زبدة من تحت. اللي ما عنده مفرش تقدري تجيبي المفرش وتستخدميه وتشيليه، بينفع معاكي في كل حاجة. فبحط المفرش من تحت عادة، وبحط من فوق ورقة الزبدة، ونفرد، عشان ان لو ما عملتيش كده طبعا النشابه مش هتفرد لك خالص، هيطلع عجينه السابليه هتلم معاكي في النشابه. فضروري قوي اللي احنا نحط حاجه فوق العجين ما يلمسي النشابه، من النشابه العجين على طول مش هينفع خالص، لازم نفرد بحاجه عشان تطلعها ناعمه، وطبعا ما تمسكش معانا في النشابه بتاعتنا. تمام. افردي بقى كده بقدر الامكان، عشان احنا عايزين نجيب دوران الصينيه بالكامل. تمام. يعني انت عايزه تفردي الصينيه العجينه بقدر الامكان، واللي زايد منك هنشيله بالسكينه، هنشيل الاطراف بالسكينه، بس انت لازم تزودي الفرد عشان تاخدي النتيجه الاحسن. تمام. ودي الصينيه اللي احنا نستعملها، دي الصينيه دي المخصصه للطرط والحاجات طبعا اللي احنا طبعا بنفكها، اللي هي سهله الفك دي، بتبقى حلوة جدا صراحة، سهلة جدا، احسن من الوضع القديم. كنا بنتغلب عشان نقدر نطلع الصينية، نحط ورق زبدة ونعمل كذا خطوة تانية. تمام. خدت انا المقاس بتاعها، وهبدأ دلوقتي اشيل الكيس واحط واقلب بالمفرش اللي تحتيها، عشان لو حبيت اشيلها طبعا هتتفرول مني وهتفك. فانا هقلب هقلبها بالمفرش كده زي ما هي، زي ما احنا هنشوف دلوقتي. طبعا حتى لو لمست الرخامة معانا زي الفل، ولا كن وانت بتشتغلي في اي حاجة لازم الرخامة بتاعتك تكون نضيفة جدا، ما يكونش فيها اي حاجة. تمام. ونبدأ نقلب كده زي ما انتوا شايفين. الطريقة سهلة جدا، والتكنيك ما فيش بقى عايزة اقول لكم اسهل من كده. بصوا بكل بساطة فكت المفرش ده، حلو جدا، اللي عنده يعني هينفعه في حاجات كتير، واللي ما عندوش لما يتوفر تجيبوه هينفعكم في حاجات كتير جدا. تمام. قلبتها كده، وهشيل الزوايد اللي فوق الوش دي،
تمام، هتطلع معايا بكل بساطة. وهبدأ بقى اسوي كده واظبط وادخلها الفرن بالحد الاقصى تلت ساعة. تمام، هنظبطها الاول ونفتح لها بالشوكة عشان لما تيجي تستوي لازم طبعا تكون واخدة هوا من جوه، تكوني مفتحة لها كده. تمام، هنشيل الاول الزوايد وهنظبط الصينيه بتاعتنا كويس جدا، وبعد كده نبدا بقى ايه، نشوكها وندخلها الفرن تلت ساعه في الرف اللي في النص. وتابعي السوا بتاعها، يعني بعد 10 دقايق تقدري تفتحي عليها، متفتحيش عليها قبل ال10 دقايق عشان بتكون بتعلى كده. مع اننا احنا مش حاطين بيكنج باودر، بس هي لازم تعلى وتنفخ طبعا عشان فيها زبده. وهي هنا نتيجه الرفع معانا والقصه معانا كلها في الزبده، مش في اكتر من كده. تمام، بايديكي، بسكينه طبعا. هي الاطراف عندنا لو هتيجوا تاخدوا بالكم هتلاقوها عامله زي الموس. يعني لو شديتي بايدك كده العجينه هتلاقيها ظبطتها كويس جدا، بس انا بحب اشيلها بالسكينه اضمن لي، يعني عشان ما تضايقنيش او تعورني او حاجه. طبعا هي مش لدرجه اللي هي تعور يعني، بس ممكن تخبطني. فما لهاش لازمه، بشيل بالسكينه افضل. اي زياده كده وتشيليها. تمام، وهنظبطها بالطريقه دي. انا طبعا ماشيه معاك واحده واحده، والفيديو طويل شويه بس عشان خاطر ايه، ناخد الاستفاده بالكامل، ما يبقاش في حاجه ناقصه. يعني انا لما بجري الفيديو كده فبرضه بلاقي في حد يقول لي لا انا مش فاهم، عيديلي تاني القصص دي. انا سايبه لكم الفيديو ده بطوله عشان خاطر من غير ما قطعتش فيه اي حاجه، عشان خاطر ناخد التفاصيل بالكامل. تمام، وبمعلقة كده، وبدأت اساوي اي حاجة مش مظبوطة بظهر المعلقة، ظهر معلقة شاي. اي حاجة بقى مش مظبوطة معايا في العجين، حاسة ان في حاجة اتخن من حاجة، بسويها كده. العجينة بتاعتنا متحركة، بتروح وتيجي معاكي، في مش هتبقى ثابتة ومضايقاكي، لا. شوفوا انا بفرد كده بتلف معايا وبتظبط معايا الاتجاه التاني، يعني بتلاقي نفسك في الاخر سويتي ده بقى زي ده بالظبط، بتلاقي بتساوي الصينية كويس جدا. تمام خالص، ما فيش اي حاجة خالص. تبدأي بقى ايه، تشوكيها وعلى الفرن على طول. خليكي يعني دقيقة في تفاصيل الحاجة بتاعتك عشان تطلعي النتيجة حلوة. وطبعا مفيش اشطر من ست البيت عندنا احنا، الحمد لله. غلبنا كل حاجة بقى، اي حاجة عايزة تعمليها مش شرط ان انت تروحي تجيبيها جاهزة. يعني اكتر حاجة انا بقولها دايما، اللي بلاش نجيب الحاجة الجاهزة، الحاجة في البيت مفيش افضل ولا احسن منها، وتقدري بايديكي تعملي كل حاجة. وزي ما شايفين كده هنشوكها كده عشان تاخد هوا. ولما تيجي تنشف، هي لما بتيجي تستوي بتلاقيها نفخت قوي زي الكيك، وبتبقى مستغربه طب ازاي دي، ولا فيها بيكنج باودر ولا فيها حاجه. الزبده هي اللي بترفعها. احنا بنشوك لها بقى كده عشان هي بعد ما خلاص ترفع تبدا تهبط وتنزل تاني، وتديكي المقاس المظبوط اللي هي خلاص مش هتزيد عنه. هي طبعا هتعلى عن كده شويه بعد السوا هنشوف، بس التشويك ده هو اللي هيظبط لنا اللي هي متعلاش قوي. عايزه اقول لكم لو ما شوكتوهاش بالطريقه دي هتنفخ اكتر، يعني هتجيب سوا علو الصينيه كلها، فمش هتعرفي تضيفي فيها حاجه من جوه. تمام، مش هتحطي لها اي حاجه، مش هتقدري تحطي لها حاجه اساسا. تمام، وهنا الباقي دخلتها خلاص الفرن. والباقي هنا هنعمل الميني تارت. مش الميني تارت بيبقى لذيذ قوي بقى، يعني على قد القطمه كده بالظبط، ما بقاش فيه اي حاجه. ده بعمله تملي يعني في حلويات العيد اكتر حاجه بعملها. وطبعا احنا كل سنه وانتم طيبين، لسه خارجين من العيد، فحبيت ايه اعمل التارت معاكم بما اني لسه ما عملتوش يعني. تمام، فقلت اوريكم الطريقه بتاعته، من اسهل الحاجات، ودي الوصفه الاصليه اللي ما فيهاش اي افتكاسات ولا اي فيها تفاصيل كتير. هي التارت والسابليه دي الوصفه بتاعتهم الاصليه، اللي انتي تقدري تعملي احلى سابليه وتارت بدون اي بقى مقادير كتير ومبالغه وكركبه، لا. 3 مكونات هتقدري تعملي احلى عجينه ناجحه جدا ممتازه معاكي في كل حاجه. وهتشكليها بقى بالطريقه اللي عاجبك، هتعمليها سابليه. تمام، او تجيبي قطعات سابليه بقى وتبداي تفردي وتطلعي اشكال حلوه وتزوقي والكلام ده. هنشوف مع بعض كل حاجه باذن الله هنعملها مع بعض في القناه. لا الا تعملي تارت زي ما احنا بنعمل كده، لا الا تعملي صينيه تارت كبيره بديل للتشيز كيك، بدل ما تخشي تعملي تشيز كيك وبرده تكلفيه تكلفه عاليه وكده.
تمام. انا كنت طبعا عامله التوبينج من ساعه الموسم بتاعه، فكان عندي وكان عندي نوتيلا، فقلت طب خلاص ايه نشوف نعمل ايه النهارده حاجه حلوه، تعالوا نعمل التارت ونشوف ايه التفاصيل بتاعته. واللي ما يعرفوش يعرفوا الاستفاده بالحاجه. النتيجه لما بتلاقي نفسك عملتي حاجه حلوه بتبقى حاسه ان انت عايزه تفيدي بيها غيرك. ما بتطلعني حاجة ناجحة منك او نتيجتها حلوة، بتحس ليه لا خلاص انا استفدت، فانا افيد اللي حواليا. زي ما انا عرفت حاجة كويسة ممكن اعرفها لغيري. تمام. فمش هتخسري حاجة، خدي الحاجة اللي تعجبك، كل ما يعجبكيش ارمي البحر، مش فيش اي مشاكل. تمام. وهنا انا خلاص هفرد بقية العجينة. هتطلع معايا تقريبا 7 طرت تاني غير الكبيرة. فما شاء الله الربع كيلو دقيق وال150 جرام طلعوا لي كميه حلوه جدا. يعني من المصداقيه انا حاطه 175 جرام عشان خاطر عايزاها غنيه اكتر. لو ما كانش هنحط ال150 جرام مش هيبقى فيه اي فرق خالص خالص بدون مبالغه. مش هقولك لا انا ظبطها كده فانت اعملي بالظبط، لا ممكن ال150 جرام هتطلع انا زي ما بعمل ده زي ما بعمل ده، مفيش مشكله. ممكن اكون عاملاها مزوده الزبده شويه، ليه؟ عشان خاطر مثلا لما اجي اقلبها من صينيه الطرط الكبيره تبقى تخرج معايا بسرعه. اما لو انا مش هعملها في الطرط الميني ده او الميني اللي هو بنعمله في الحلويات بتاعه العيد، بعمل بال150 جرام. حلو جدا، النتيجه بتبقى ناجحه جدا جدا وبيبقى دايب. وهوريكم فيديو بالطريقه دي. تمام. خلاص كده بالطريقة دي هنعمل الطرطات اللي معانا كلها بالشكل ده. وطبعا بطرف السكينة هتشيلي الزوايد او بايديكي زي ما هنشوف دلوقتي. والحاجات دي سهلة ولذيذة كده، تحس ان انتي بتستمتعي وانتي بتعملي الحاجة، مش عقبة ولا حاجة مضايقاكي خالص. يعني عايزة اقول لكم ان انا كنت معاكم الفيديو ده بالكامل مش قصة فيه اي حاجة ولا ممنتجة منه اي حاجة، عشان تبقى الدنيا كده احكنك قاعدة بكل التفاصيل، مفيش اي حاجة ناقصاكي. تمام. في بعض الناس بيقولك بيشيلوا في المونتاج وبيشيلوا التفاصيل بتاعتهم، اي غلطة بيغلطوها، ولكن اهو زي ما انتم شايفين حتى لما بتبقى في اي حاجة مش مظبوطة بتبقى قدامكم. زي ما بنبوظها او ما بتطلعش مظبوطة زي ما بنعدلها مع بعض. تمام. لكن انا عارفة اللي برضو في ناس ملهاش طاقة بال اللي هي تقعد مع تفتح فيديو وتقعد بالوقت الكامل. لكن في العادي ما بنطولش فيديوهات قوي كده، بس كنت انا عشان عاملة الوصفتين مع بعض ف الوقت طويل شوية. تمام. خلاص تعملي بقى الباقي معاكي كله بقية العجينة اللي فاضلة. اللي فاضل مش كتير، يعني زي ما قلت لكم هي عملت معايا 7. واللي انا طبعا عملت الشكل ده احسن من الشكل التاني اللي هو عامل زي شكل الكازوزة الكبيرة. عارفين غطا الكازوزة؟ الشكل ده عامل زي غطا الكازوزة. هنشوفه دلوقتي لان انا همسكه دلوقتي هنشوفه. هخلص المقاس ده الاول عشان الشكل ده بحبه اكتر. بتبقى الواحدة شكلها ألذ. هنشوف في الاخر دي شكلها ايه ودي شكلها ايه. ولما يتفض بقى خلاص انا عشان دي تقريبا عندي منها 6 بس، فهكمل بالتانية. هنشوف في شكل دي وهنشوف شكل دي. وبايديكي كده بصوابعك هتحطي العجينة. انا طبعا بحطها زيادة شوية، ولما احطها زيادة واشيل حتة ناقص، شوف ان انا دلوقتي لما حطيتها بالظبط فجبت تاني وحطيت. فلما بجيبها زيادة شوية الزايد بشيله افضل من ان اجيبها بالظبط فاحس ان هي قليلة شوية. عشان طبعا انت الدواير دي كلها عايزة تخشي فيها، فعايزة العجينة معاكي زيادة شوية الى ان تظبطيها كلها. واي زايد بقى انت تشيليه بايديك كده كده زي ما بعمله. بصي بسحب بصباعي بسحبها على بره بس بتتشال معايا وتطلع مظبوطة جدا. الحاجات دي متعة في عمايلها. بتبقي مستمتعة جدا وانت بتعملي. وبعد كده اما تيجي تبقى تأكلي ولادك النتيجة بتبقى خلاص انت مش فرحانة باللي انت لا، انت فرحانة بالنتيجة، فرحانة باللي كل حاجة عجبه وقالك لا دي جميلة يا ماما، ولا لا يعني فاهمة جالك ضيف. ولادك طبعا ما تجيبيش الحاجة من بره، الافضل انت تعمليها بايدك. يعني انا مهما كان بعمل انا عارفة ايدي عاملة ازاي وادواتي عاملة ازاي، مفيش حاجة ناقصاني.
او مفيش حاجه مش مظبوطه او مش مغسوله كويس او الكلام ده. اللي بره انت ما انتش ضامنه راجل ولا ست حاجته كويسه ولا لا. حافظ على الامانه اللي ربنا اداها له ولا لا. تمام. ده الشكل اللي بقول لكم عليه التاني، اللي هو شبه الكازوزية الكبيرة. خلاص كده خلصناهم كلهم، ندخلهم بقى الفرن زي ما قلنا. هو ده ما بياخدش اكتر من ربع ساعة، اللي جوه القالب ده ما بياخدش وقت خالص، يعني الكبير هياخد التلت ساعة بالحد الاقصى ل20 دقيقة، ده مش هياخد معانا 15 دقيقة، مش اكتر من كده. تمام. وبعد التلت ساعة زي ما انتوا شايفين، انا طبعا كنت حاطة الكبير قبل بشوية عشان عارفة ان السوا هنا بيبقى اطول 5 دقايق. 5 دقايق مش اكتر، ما ببالغش معاكم في الوقت، اقصى حاجة 20 دقيقة. وده لو خدتيه اكتر من 15 دقيقة هيبدأ يسود منك فهبوظيه خسارة. تمام. عايزاه احمر وذهبي كده وحلو، يبقى نطلع ان بعد 15 دقيقة بالظبط تطلعيه. تمام. تكوني معليه درجة الحرارة، تسيبيه ربع ساعة في الرف اللي في النص. تمام. يعني ممكن درجة الحرارة من 180 ل 200 بالحد الأقصى، وتسيبيه ربع ساعة في الرف اللي في النص. ويا ريت يا ريت بعد 10 دقايق بالظبط تبص عليه. بعد 10 دقايق تبص عليه، حسيتي بص احنا بدبه دبتين حتف كده، بتلاقيه خرج في ايديك على طول. تمام. اهو بالطريقة دي. عايزة تخبطي له بقى حكيني، خبطي له ماشي، اضربيه كده، احدفيه حتفه كده، فمش تحدفيه، لا، ترجيه يعني رجه كده هيخرج على طول. تمام. طبعا احنا ما شاء الله عشان هو فيه زبده، او الزبده طبعا احنا ما بندهنش اي حاجه، عشان الزبده هي كفيله باللي هي زي ما ايه خدت العجينه زي ما خرجتها لك. بسكوتيه حلوه جدا، عايزه اقول لكم انت ممكن تاكليها حاف كده مش محتاجه اي حاجه. احنا بنزوقها بقى، والتفاصيل التانية دي اللي هو النسبة والتناسب بقى، عايزة تحطي اي حاجة فوق الوش ماشي، ما كانش والله ممكن تاكليها كده كبسكوتة تحفة جدا. تمام. شايفين الزبدة اللي طبعا هي بتفك معانا بسبب الزبدة اللي فيها، وده الشكل التاني اللي هو شبه الكازوزة ده اهو. ده صراحة ما بعملوش كتير الا لما بكون التانيين خلصوا منه، اللي هي شبه الوردة دول خلصوا، فبضطر اعمل الشكل التاني ده. تمام. ومعايا هنا مكسرات، اي مكسرات عندك. انا كان عندي خلاص من خلصنا رمضان بقى، وكل سنه وانتم طيبين، وبعد رمضان كان فاضل عندي حبه كاجو وفستق، فحبيت احطهم عليها. ومعايا نوتيلا بيضه، ومعايا توبينج مانجا كنت عاملاه زي ما قلت لكم من اول الموسم بتاع المانجا في الصيف اللي فات. في نهاية الصيف بنبدأ بقى نجيب المانجا ونعمل التوبينج، هنعمله مع بعض ان شاء الله. عايزة اقول لكم من ألذ الحاجات واهم الحاجات اللي تنفعك جدا في وصفات كتير في الحلويات. يعني عايزه اقول لكم كنافه بالمانجا، تشيز كيك، الكبات بينفع معايا في حاجات كتير جدا. بصراحه احس ان خلاص المانجا قربت تخلص، فاجيب بسرعه المانجا واعمل التوبينج واشيله في الفريزر، يقعد معايا سنه كام 6 شهور بتوع الشتاء. بتوع الشتاء اللي هم مفهومش مانجا. وهنا معايا نوتيلا سودا، حطيتها في قرطاس الحلواني في بلبله صغيره، نجمه صغيره. ومعايا مربى حليب برضو حطاه في بلبله صغيره، عشان نعمل بيه الشكل اللي احنا طبعا هنشوفه دلوقتي. تمام. هي شكل النجمه الصغيره يعني. تمام. وتكون النوتيلا مش في التلاجة طبعا، عشان لو في التلاجة مش هتبقى حلوة معاكي كده، هتبقى متماسكة ومش هتعرفي تحركيها خالص، ولا تعرفي تدخليها في القرطاس اساسا. تمام. يعني لما بستعمل النوتيلا انا في العادي عشان الصيف وكده بشيل النوتيلا في التلاجة. عوزت اعمل اي حاجة فلازم اطلعها برا عشان تطرى كده وتسيح، ابدا بقى اشتغل بيها. تمام. اللي هي بتعمل معاكي في النهاية كده، في نهاية الشدة بصي بتعمل نقرة كده بسيطة، فبرضو بتبقى شكلها لذيذ في الاكل. ممكن تكون واضحة معايا اكتر من واضحة معاكم. مهما كان بحس اللي في التصوير الحاجة ما بتبقاش معايا بنفس الشكل النهائي اللي طلع معايا، يعني انا شايفاها بايدي بعيني. في التصوير الحاجة ما بتدينيش النتيجة، ما بتبقاش واضحة قوي. تمام. خلاص. وهنعمل بقى الميني تارت الصغير ده، هنبدأ نعمل الكبير دلوقتي بكل بساطة ولا أجمل. خلاص هي احنا كده في مرحلة الزواق، اللي هي المرحلة اللذيذة اللي كلنا بنحبها، اللي ولا فيها بقى كل ده. عايزه اقول لكم على الرايق اهو، ولا حاجه متعبه ولا مجهود كبير ولا اي حاجه. انا قربت شويه عشان اوريكم دي اكتر، عشان لو بعدين او بعد انا شويه ومحدش شايف تشوفوها من قريب اكتر. تمام.
هي شكلها لذيذ جدا، يعني شكلها شهي من غير اي حاجه، عايزه تاكليها بدون ما تقولي لا يا ترى ايه هي طعمها ايه. ف ما تجربوها تعجبكم جدا جدا. تبداي بقى تحطي اي حاجه عندك، سوداني، لوز، بندق، فستق، اي حاجه عندك في المكسرات، كاجو، اي حاجه حطيها. تمام. فانا بقى حابه كده، هنا 2، هنا 3، هنا 4، اي حاجه. المهم النتيجه في النهايه تبقى الحاجه شكلها حلو، شكلها يأكل قبل ما عين اللي ياكلها تشده قبل الأكل أصلا، قبل ما ياكلها. أظن فاهميني، أنا بلخبط شوية، طب معلش. وهنا خلاص النوتيلا تقريبا قربت تخلص، هعبي بقى الكيس الحلواني تاني عشان نكمل. يعني زي ما بقولكوا كده، شكلوا حبة كاجو، حبة لوز سوداني. مفيش مشكلة خالص. لو عندك مثلا الكريسبي الكبير او الصغير، في الفارماسي او السبرينكس، الحاجات دي كلها اللي بيعمل حلويات، عارف انا بقول ايه. تمام. تمام، وهكذا بالطريقة دي. طبعا ايه، التكنيك واحد خلاص، ما بقاش فيه ايه حاجة مختلفة، زي ما احنا شايفين بنفس الطريقة. هتحطي نوتيلا او مربى حليب او شوكولاتة جناش ابيض اسود. تمام. وتحطي فوق الوش مكسرات زي ما انت عايزة. في ناس بتحشيه مربى، يعني الحاجات دي بقى زي ما انت بتحبي. في برضو اللي فيه المربى مبيبقاش وحش، بيبقى حلو برضو. تمام. يعني انا عن نفسي لو هاكل، باكل السودا دي، واللي بالمربى الحليب تحفة قوي، يعني جميلة. غير خالص اللي ممكن بقى اضيف اي اضافات تانية بتبقى حلوة جدا وكل حاجة. بس اللي مربى حليب وشوكولاتة دي، سودا دي، او نوتيلا سودا، بتبقى جميلة جدا. تمام. نملى بقى القرطاس الحلواني اللي فاضي ده ونكمل. عملت بيه اخر حبة بقى، رحت عاملة بيهم روزيتا واحدة كبيرة، ونكمل بقى روزيتات صغيرة حواليها داير كده. تمام. والنجمة اللي معاكي لازم تكون صغيرة. ما عندكيش الادوات دي، ما تعطليش بكيس تلاجة، وتقدري تعملي دايرة كبيرة كده بيهم، تصبيها او تصبيها بمعلقة وخلاص. تمام. يعني اي حاجة، يعني واحدة، اتنين، حسب الشكل ايه انت حاسة ان انت ممكن تحطي ايه، او عينك جايبة ايه اعمليه حطي. هنا دي اكبر شوية، وهحط حواليها مكسرات بس. بص، عايزه اقول لكم اللي شكل الورده دي تحفه، عايزه اقول لكم اللي هي كده من بعيد مش باينه، وهي قريبه فعلا ورده جميله جدا. يعني دي ماسكها من قريب. النجمه اللي في النجمه اللي انتي بتعملي بيها، النجمه الصغيره، مطلع لك الشكل حلو قوي، بس مش واضح برضو. التصوير مش واضح، مش موضح قوي. تمام. يعني انا اصلا مستخسره اغطيها بالمكسرات. خلاص بقى، حطيت دول وكلت الباقيه، حسيت لا كده كفايه عليكي، فكلت اللي فاضله دي. احنا بقى هنقعد كده وخلاص؟ لا، لازم ناكل بقى الزايد، اي حاجه زايده، بالذات المكسرات. يعني الواحد بيحب المكسرات جدا منين ما تبقى متوفره. يعني هي بتبقى اكتر الوقت عندنا في رمضان طبعا. اللي بيبقى متفضل بقى بعد رمضان بندخله في اي حاجه، وبعد كده بقية السنة مفيش مكسرات طبعا، زي زي في رمضان والموسم اللي بعد رمضان. تمام. يعني هي المكسرات غليت جدا، ودي مشكلة طبعا. غلوا لنا كل حاجة، والمكسرات من ضمن الحاجات اللي غلت وغليت قوي. بس طبعا احنا بنحبها جدا، وبالذات في رمضان بنعمل حاجات كتير فيها بتعوز مكسرات. فطبعا بإذن الله، بإذن الله هنعمل كل الحاجات دي مع بعض في المواسم بإذن الله، ونبقى نبدأ كل حاجة، كل التفاصيل نعملها مع بعض. وكل اللي بتجيبيه هتستفيدي بيه بايه. يعني في ناس تقولك هجيب المكسرات ليه، انا بعمل بيها ايه؟ لكن انا يعني الحمد لله، يعني المكسرات من ضمن الاساسيات اللي عندي في وصفات كتير جدا. تمام. تعالوا بقى نعمل الكبير. هنقلب النوتيلا كويس كده،
وتنزلي بيها. طبعا انا مش هقولك بقى ايه هتدخليها التلاجة تقفش، تمام، ولا القصة دي، لا، هي مسافة ما هينزل عليها توبينج المانجا، لان المانجا معايا ساقعة، مسافة ما هينزل عليها توبينج المانجا فهي هتمسك، ولا هتبقى، يعني ميزة النوتيلا اللي هي ما بتقفش زي الشوكولاتة. الشوكولاتة لو الشوكولاتة العادي هتبص تلاقيها في العادي هتلاقيها اتقفشت، بقت عاملة زي الطوبة. لكن النوتيلا طبعا فيها زيوت وفيها مادة دهنية بتبقى سلسة. يعني انا ما هدخلها التلاجة هتقفش، بس مش هتقفش طوب، هتقفش انتي تقطميها تتقطم معاكي. لو ما دخلتهاش التلاجة هتفضل سايحة زي ما هي. تمام. هسيبها بس 5 دقايق ونرجع نكملها، مش هسيبها اكتر من كده. يعني انا مش هقولك ان انا هحطها ساعة وساعتين والقصة دي، ده انا هسيبها 5 دقايق بالملي، مش هزود عليها اكتر من كده. هنا بعد ما سبتها دخلتها التلاجة شممتها كده بس تشد بس شوية، 5 دقايق بس، ورجعنا تاني زي ما بقولكوا كده نسيبلكوا كل حاجة على طبيعتها عشان نشوف التفاصيل كلها من غير ولا اي حاجة. هبدأ بقى اقلبها في طبعا رحت جبت الصينية كنت ناسياها، هبدأ اقلبها في صينية التقديم بتاعتها، وشيلناها بصي بكل بساطة من القالب بتاعها. صينية القلب حلوة جدا في كده. مش عندنا مفيش مشكلة، هنعمل بالصينية العادية ونحط ورقة زبدة تحتها. تمام. حطيت عليها بقى التارت بتاعي، وهبدأ انزل التوبينج المانجا هنا عندي ساقعة شوية، مش متلجة بس ساقعة شوية، هنزلها على طول على النوتيلا، فالنوتيلا هتبقى متماسكة معايا. اجي اخرط الخرطة ما تبقاش سايحة وعاملة خالص كده، وتحس ان هي خلاص بقت كلها في قلب بعضها اتبهدلت، لا، بتبقى حلوة جدا. حتى لو لاحظتوا انا بحطها بالراحة قوي عشان ما يبقاش ابدا اخلط اللي تحت على اللي فوق. تمام. يعني انا لو حطيت بغشم هبص الاقيها غطست المانجا، غطست في النوتيلا، ما طلعتليش طبقات، لا، هيبقوا كلهم في بعض كده، مش هتعرفي ميكس الطعم ماشي، بس ميكس الشكل مش هيبقى حلو. لما الشكل يبقى ميكس ببعضه كده مش هيبقى حاجة لذيذة. لكن لما تبقى طبقة فوق طبقة، كل طبقة ليها لون وليها شكل وطعم، بتبقى حلوة جدا. طبعا نظريا اللي بيعمل الكلام ده عارف انا قصدي ايه. تمام. فبالراحه وانتي بتنزلي عليها. لو ما عنديش بقى توبينج مانجا او عندي مانجا هعمل ايه؟ احنا دلوقتي متوفر معانا الفراوله، يعني احنا في موسم الفراوله، الفراوله متوفره جدا الفتره دي، فهنعمل توبينج فراوله. وهوريكم طريقة التوبينج بنعمله ازاي. يعني انا ممكن اعمل توبينج قبل نهاية الموسم عشان نلحق نشيله، فهوريكم التوبينج من اسهل الحاجات برضو، مش فيش اي صعوبة خالص. لكنه لو اشتريتيه من بره بيبقى غالي قوي، يعني بنجيب علبة التوبينج الكيلو، توبينج المانجا بيبقى معايا ممكن يعمل 200 جنيه. طبعا الكريز او الفراولة او الكلام ده معرفش بيبقى غالي جدا، مع انك انتي بتعمليه في البيت احلى بكتير، وشايفين النتيجة زي ما انتوا شايفين، هو مش محتاج كمان عليه كلام، رهيب جدا. ما بتعملي، هو سكر وفاكهة، يعني انت نوع الفاكهة اللي انت هتعمليه توبينج وسكر، ما بحتاجش اكتر من كده. هتقطعي الفاكهة ايا كان هنستخدم ايه. ودلوقتي بقى مربة الحليب هعمل بس شكل وردة كده في النص، عشان لما اجي اخرط الخرطة المثلث يبقى طرف المثلث معايا واخد مربة حليب. الكراميل او المربى بتبقى حلوة جدا، بتليق جدا جدا على المانجا. تمام. فانا حاطه في النص ليه؟ عشان انا دلوقتي بقول ايه، يعني انا احطها فين، اكمل فين، فانا عايزه ازود شويه، فقلت احط ايه، اكمل دايره كده عشان اعمل بيه ايه، ورده كبيره. اجي اقطع المثلث يبقى المثلث واخد طرف من الكراميل او مربى الحليب، اللي هو اصلا كراميل وبنتقله شويه يبقى مربى حليب. يعني احنا بنعمل الكراميل عادي جدا وبنسيبه شويه على النار وقت اطول، بنطلع النتيجه دي يبقى كريمي اكتر، وبنطلع النتيجة دي بيبقى تحفة جدا. هنعمل الحاجات دي كلها بإذن الله مع بعض، عشان حبيتي تقومي تعملي اي وصفة متبقيش عطلانة ولا واقفة على حاجة. تمام. اما بالنسبة للتوبينج، انت بتجيبي مثلا، جبت المانجا نضفتها وقطعتها مكعبات زي ما احنا شايفين النهاية بتاعتها، لو قعدت سنة بتطلع المكعب زي ما هو كده. وطبعا بضرب جزء عصير
يعني بضرب جزء عصير بدون ميه خالص، سكر وفاكهة بس، سكر ومانجا بس. مثلا لو هنتكلم عن المانجا، يعني هتضربي المانجا مثلا كيلو مانجا، هتضربيه من غير ميه بسكر بس، بكمية السكر مثلا نص كوباية سكر على كيلو مانجا، وتضربيه في الخلاط بدون ميه. خلاص، وتمسكي المكعبات اللي المانجا دي في جنب تاني، ما تنزلهمش على بعض، منه بقى العصير اللي احنا عملناه على النار، ومن على النار تبدأي تحطي الفاكهة، و5 دقايق وتقفلي عليها، وده التوبينج بتشيليه بقى من السنة للسنة. تمام، ما بيبقاش فيه اي مشكلة معاكي خالص. كل اللي احنا بنزوده بنحط له عصرة ليمونة، وشكرا على كده. ودلوقتي بقى هنرص الميني تارت.